طيب احنا لو عدينا مرحله الميد ليفل هندخل على فين؟ هتدخل على الهاي ليفل. دورك هنا بقى انك تبدا تشتغل بشكل احترافي سواء في شركه او كفريلانسر. هنا بتفكر بشكل استراتيجي مش بس بتنفذ تصاميم وخلص. ليه؟ لانك في الحاله دي بتكون متمرس وعرفت ازاي بتقدر تربط كل قسم بالتاني، وعارف كل مرحله بتكون امتى بالظبط. طيب ايه اللي هتعلمه في المرحله دي؟ هتتعلم تصميم منتجات، وكمان هتتعلم البرودكت ثينكينج. هنا هتتعلم ازاي تفكر كبرودكت ديزاينر مش كيو اي يو اكس. هتتعلم ازاي تخطط لمنتج وتحل مشكله حقيقيه. تاني حاجه بتتعلم ازاي تقدر تحلل الاداء والبيانات. تتعلم كمان ازاي تعمل اي بي تيستنج بشكل مظبوط. هتتعلم كمان ازاي تستخدم الكي بي ايز عشان تقدر تحسن من المنتج بتاعك. تالت حاجه هي انك تتعلم ازاي تتواصل مع التيمز اللي بتشتغل معاها، وهنا هتعرف ازاي تتعامل مع الديفلوبرز وازاي تتعامل مع الماركتنج تيم. تتعلم ازاي تقدر تقدم شغلك وتعرض افكارك بطريقه مقنعه. التاسك بتاعت المرحله دي هي انك تصمم تجربه مستخدم لخدمه حقيقيه زي مثلا تطبيق متجر الكتروني، وهتبدا بعدها في انك تجمع بورتفوليو قوي وهتشاركه على لينكدين. لو وصلت لحد هنا فانت خدت رود ماب كامله تخليك تبدا صح وتوصل لمرحله الاحتراف.